بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعونا الصلاة على النبي كده يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا إن شاء الله. النهارده ميعادنا مع دجاج تكة. دجاج تكة دي بتيجي صدور من مجزر الفراخ، ماشي؟ بتيجي طبعا أنا هشتغل النهارده على 10 كيلو دجاج تكة، ماشي؟ الصدور دي أول ما بتجيني أنا بديها شطفة كده سريعة واحطها في مصفى تنزل ميتها، واجيب برتقانه وليمونه وعصير البرتقانه وعصير الليمونه زي ما انتم شايفين كده في المصفى اللي انا شغال فيها دي اهي، ماشي كده. الدجاج بتاعي اتعقم واتغسل وزي الفل، اركنه 10 دقايق كده ايه، وهقول لكم على التوابل بتاعته اللي بتتحط على الشيكن تك، ماشي. انا عندي هنا 4 انواع توابل بودر، اللي هو الاورجاني اللي هو الزعتر، كمون ناعم، ملح، بابريكا مدخنه، ماشي. وعندي هنا زيت عباد، عندي هنا توم فريش مضروب في الكبه عشان ايه يكون مخرز كده، ماشي. عندي معجون طماطم، وعندي جنزبيل فريش، ده جنزبيل فريش انا ضربه في الخلاط عشان يكون ناعم معايا، وعندي هنا المستردة، تمام. وعندنا طبعا ايه عصير الليمون والبرتقال اللي قلنا عليه بنضيفه على الدجاج وهو بيتصفى، ماشي. الطبق ده جميل جدا بيتقدم على الفحم، هنقبله مع بعض ونسويه مع بعض ونقدمه للنهايه واحده بالتفصيل كده ان شاء الله. انا عندي هنا الصدر بتاع الدجاج ده، ادي الصدر اهو، ممكن تقرب شويه سمين، ماشي. الصدر ده انا بقى ايه بشقه 2 من الايه من النص كده، ماشي. وبقطع الدجاج خرز كده، كل خرزه قد الثانيه، ماشي كده، شايفين؟ عشان لما اجي اشكه في السيخ يبقى ايه شكله جميل كده وكله قد بعضه وبالشياك كده في الطبق بتاعي وهو بيتقدم، تمام. ادي الدجاج بتاعي اهو، وانا شغال طبعا اي دوبريه اي حته دهون في الدجاج بشيلها، تمام. طبعا احنا بقالنا ايه 5-6 شهور دلوقتي ما صورناش ولا فيديو على قناه الشيخ حسن. طبعا اعذرونا عشان والله كان عندنا ضغط شغل كتير السيزون بقى، بس الحمد لله بدأنا نفوقهم. ومن هنا طبعا انا بقدم كل تحياتي لمتابعين طباخين افراح مصر، ومتابعين قناه الشيف محمد الجمل، وقناه الشيف احمد عباده، وطبعا لقناه الشيف حسن القيم. تحياتي لكم جميعا، انتم احسن ناس. ان شاء الله الفتره الجايه هنحاول نقدم فيديوهات جديده وحاجه ما زالتش قبل كده على القناه ان شاء الله. يعني اللي ما عملش اشتراك يشترك في القناه عشان ان شاء الله اللي جاي ما جاش زي، تمام. اللي جاي ان شاء الله كله جديد، ماشي. هنخلص تقطيع، تمام، ال10 كيلو دول، وهنبدا نتبلهم مع بعض معاكم واحده. تابعونا للنهايه. دجاج التكه بعد ما قطعناها اهو 10 كيلو، هننزل بقى ايه في البوله الاستانلس دي، وهنزل هنا دول 10 كيلو فيليه دجاج، هنزل ب 150 جرام مستردة، دول 150 جرام مستردة، ماشي. ودول 100 جرام جنزبيل فريش مضروبين في الخلاط، ماشي. وعندي هنا 200 جرام معجون طماطم، 200 جرام معجون طماطم، احنا بنتكلم على 10 كيلو فيليه، ماشي. وعندي هنا 150 جرام توم مفروم، ماشي. وعندي هنا 200 جرام زيت عباد او زيت ذره المتوفر عندي. التوابل بتاعتي هنا الاورجاني والكمون والبابريكا المدخنه والملح، يعني 3 معالق كبار ملح على 10 كيلو، معلقتين بابريكا، معلقتين كمون، معلقتين اورجاني اللي هو الزعتر، ماشي. كله مع بعضه كده، ونبدا بقى ايه نقلب كله. فاضل بقى ايه التكايه الاخيره بقى اللي احنا ايه، بس انا محتفظ بقى في الثلاجه جوه، ماشي. ثانيه واحده وهجيبها، اللي هي الروب الزبادي اهي. عندي هنا 400 جرام من الزبادي على الكلام ده كله، ماشي. كله بقى يتقلب في بعضه بقى، شايفين حاجه بسم الله ما شاء الله. ادوب بقى كويس بقى لما كل المكونات دي تتجانس بقى مع بعضيها،
هتديني بقى احلى ريحه واحلى طعم للتكه الجميله دي. دجاج التكه ده انا بصنعه دلوقتي ما يقعدش اقل من 12 ساعه في الثلاجه. ده ان شاء الله 12 ساعه في الثلاجه على بيات كده، وابدا ثاني يوم ان شاء الله اشتغل منه، وهنوريكم طريقه التسويه بتاعته بالتفصيل. تابعونا للنهايه. طبعا كده يا جماعه التكه دجاج بتاعتنا بعد ما قعدناها مش اقل من 10 ساعات في الثلاجه اهي، هنبدا بقى ايه نشكها في اللساع بتاعتنا. طبعا انا شغال هنا اللساع بتاعي ستانلس تمام عشان غير قابله للصدى، ماشي، مش زي السياخ الحديد اللي هي ايه ممكن ايه تتعرض لصدى وكده، ماشي. نبدا بقى ايه نشك في السياخ بتاعتنا التكه الدجاج. كل سيخ كده 4 خرزات، ماشي. طبعا التكه الدجاج دي ما بتاخدش معاها في السيخ خضار، بتختلف عن الشيش طاووق. الشيش طاووق بياخد البصل والطماطم والفلفل الالوان، ماشي. وان شاء الله هنبقى نصور مع بعضينا الشيش طاووق تجهيزه وتتبيله وتسويته ان شاء الله، تمام. باجي كده على قطع الدجاج بتاعتنا دي باسهل سهوله. اللي ما عندوش طبعا سياخ ستانلس في البيت اللي هو السبيكس الكبير موجود عند الجماعه اللي هم العطار او اللي بيبيع الادوات المنزليه او بتاع البلاستيك، الكياس البلاستيك، كل ده متوفر عندهم السبيكس الكبير ده. طبعا دي التكه دجاج 6 سياخ اهم، نسويهم مع بعض. نظبط النار بتاعتنا كده الاول، قفل الفحم بتاعي كده تمام. واجي بقى بسم الله بسم الله انزل بقى ايه بالدجاج تكه. طبعا التكه الدجاج كده اتشمع من جنب، نقلبه على الجنب الثاني. والخضار بتاعنا برضو ايه مره من جنب نقلبه على الجنب الثاني. هناخد معانا بقى ايه 3 قرون، ايوه، الفلفل الحامي ده، برضو معانا بيبقى ايه جميل في الطبق ده. يعني الدجاج التكه ده بيقعد على النار مش اكتر من 10 دقايق بيكون استوى و100 100. كده يا حبايبنا التكه دجاج كملت سواها على الفحم اهي، ما كملتش 10 دقايق، والخضار بتاعنا الجميل اهوت برضو استوى تمام. نسحب كده نجهز الطبق ده ايه اللي هنعبي فيه. شايفين انا عندي البقدونس هنا، ده شكل البقدونس اللي عندنا هنا في جنوب شرق اسيا، ده البقدونس، ماشي. هنقطع شويه كده ارضيه البقدونس ده بيبقى تحت المشاوي دي ريحته جميله قوي، وبيسحب من المشاوي كل المواد الدهنيه اللي فيه، تمام. اسحب كده بسم الله ما شاء الله. انا لازم امسح طرف السيخ كده عشان اي تراب فحم رايش كده ينضف. وده الفلفل الحامي بتاعنا كده، وادي الخضار المشوي اللي هو الفيجيتابل باربيكيو، تمام كده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله
قدمنا مع بعض طريقه عمل الدجاج التكه بكل تفاصيلها وتكاتها. ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناه واعمال اللايك الجميل بتاعكم. كان معكم الشيف حسن القيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.